اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، نهار جديد وفيديو جديد. مرحبا بكم فيديو اليوم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا نشارك معكم الشعريه مدفونه بالدجاج، كتجي رائعه ولذيذه، مكونات بسيطه في متناول الجميع. نتمنىكم تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو. بلا ما نطول عليكم ندوزو للمكونات. ندوزو على بركه الله المكونات مشاهدينا الكرام. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا واحد الدجاجه تقريبا الوزن ديالها كيلو ونص مقطعه طرف. بالنسبه للتوابل كنحتاج هنا معلقه الابزار، سكينجبير، خرقوم، شويه الملحه، جوج عواد ديال القرفه، وضويمه ديال الزعفران شعره، 3 ضريسات ديال الثومه، ربيطه ديال الربيع صغيره، كاس ديال الزيت مخلط، زيت العدمه، زيت المائده، وكاس ديال الماء فهو اختياري، وجوج بصلات مشلضين. ندوزو للطريقه على بركه الله مشاهدينا الكرام. كناخذوا الطنجره ديالنا كنوضعوا فيها الطريفات ديال الدجاج. طبيعه الحال الدجاج كنحيدوا له داك الجلده ديالو، وكنكونوا ديجا غاسلينه بالملحه والحامض مزيان. باش كيجينا لذيذ. من بعد كنضيفوا له التتبيله ديالنا كما ذكرت لكم مشاهدينا الكرام. الابزار، معلقه صغيره ديال الابزار، سكينجبير، الخرقوم، شويه ديال الملحه. بالنسبه للسكينجبير مشاهدينا الكرام كنحاولوا نزيدوا فيه شويه، كتكون فيه نغزه زايده على التوابل الاخرى. كنحاولوا نعمروا ديك المعلقه صغيره مشاهدينا الكرام. كنضيفوا هذيك الضويمه ديال الزعفران شعره، وهنا 3 ضريسات ديال الثومه محكوكين، ونخلطوا هاد التتبيله هذه مزيان مع الدجاج. وكذلك نضيفوا 2 عويدات ديال القرفه باش كتعطينا واحد التنسيمه رائعه للشعريه. كنضيفوا كاس ديال الزيت مخلط مع زيت المائده، زيت العدمه، زيت المائده عفوا. وكنخلطوا هاد الدجاج هاد بهاد التتبيله هذه حتى كيدخل فيها هاد العطريه مزيان، ونخليوها جانبا تقريبا مده ديال واحد الساعه ديال المكانه. من بعد كنضيفوا عليها هاد البصله مشلضه، 2 بصلات متوسطين مشلضين، ونخلطهم مع هاد الدجاج هذا، نخليها تدخل الوسط، ونشعلوا عليها النار على عافيه متوسطه مشاهدينا الكرام، شبه متوسطه، ما ناقصه، ما متوسطه. ونخليوه كيتجمر هاد الدجاج هذا مع التحرك طبيعه الحال باش كيعطينا داك اللون الذهبي، وكتدخل هذيك العطريه باش تعطينا واحد اللذه رائعه للدجاج ديالنا مشاهدينا الكرام. كذلك كنضيفوا هذيك الربيطه ديال الربيع للتنسيم مع التحراك طبيعه الحال، ونقلبوا الدجاج ديالنا مشاهدينا الكرام. من بعد مشاهدينا الكرام ما تقلات لنا الطنجره ديالنا، كنضيف واحد كاس ديال الماء ديال العنبه. فالماء بالنسبه زياده ديال الماء فهي اختياريه، ممكن ما تضيفوش الماء فقط تخليو الطنجره على عافيه مهيله وكيطيب رائع. هنا درت انا الماء، خفت ننسى الطنجره ديالي مشاهدينا الكرام. كنسد عليها ونخليها تقريبا واحد نص ساعه ديال المكانه حتى كتسكفنا. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام هذه هي المرقه ديالنا، نطفيو عليها. ندوزو للمرحله الثانيه مشاهدينا الكرام. هنا عندنا نص كيلو ديال الشعريه السفه رقيقه، 2 معالق ديال الزبده، شويه ديال القرفه مدقوقه، 3 المعالق ديال السكر كلاصي، شويه الزبيب، ورشيشه ديال الملحه. ناخذ واحد الصبيره كنوضعوا فيها الشعريه ديالنا، وكنضيفوها شويه ديال زيت المائده، ونحاولوا نحركوها مزيان مع بعضياتها حتى كيدخل فيها داك الزيت وكتصبح كلها مذهبه بلون موحد. كيف ما تشوفوا مشاهدينا الكرام لون ذهبي. هنا ممكن نبداو المرحله الاولى ديال التفوير. كنوضعوها في الكسكاس ديالنا طبيعه الحال كيكون الماء غليان،
طالع الغليه ديالو، وكنديروها تفور الفوره الاولى مشاهدينا الكرام. ما غاديش نتقيد لكم بالمده، فقط مشاهدينا الكرام من بعد كتطلع فيها من بعد كتفور وكيتبدل الشكل ديالها وكتوقف لنا الشعريه، كنحسوا بها انها فارت، كنوضعوها فوق القصعه اولا نسقيوها فوق الكسكاس على حسب. انا هنايا خويتها في القصعه، وغادي نسقيها السقيه الاولى بالماء بارد، ضروري بالماء مع التحريك طبيعه الحال، ونسقيها بالماء بارد كيف ما كتشوفوا المشاهدين الكرام. نشبعها ماء ونخلطها مزيان حتى كيدخل هذاك الماء في الحبات ديالها كاملين، وكنحسوا بالشعريه تقريبا كامله فزكات وبدات شويه كترطب، غير شويه مشاهدينا الكرام. مهم اننا هذاك الماء كامل يدخل في الشعريه، كيتزاد شويه الحجم ديالها. من بعد كنوضعها فوق الكسكاس، كتسقطر واحد 3 دقائق هكاك. الا كان باقي شي ماء مشاهدينا الكرام، حنا عندنا ميزاننا، كنخليه واحد 3 دقائق كتسقطر، ومن بعد كنديروا الفوره الثانيه. كذلك كيتغير اللون ديالها مشاهدينا الكرام، ما كتبقاش في هذيك الصفوريه، شويه كتولي عاطيه البيوضه. من بعد التفوره الثانيه مشاهدينا الكرام كنخويها فوق الطبسيل. هنا اناء شويه كبير ما خدمتش بالقصعه، كنحاول نحللها هكا، كنحلها باش نسقيها بالماء غليان. بالنسبه للتفوره الاولى سقيناها بالماء بارد، والتفوره الثانيه بالماء غليان. هنا كنضيف واحد شويه ديال الملحه، ومن بعد نسقيها بالماء غليان مشاهدينا الكرام، ونخلطها مزيان فوق الكسكاس كذلك، وتخليوها تسقطر مباشره. كنتمنىكم تبقاو معايا حتى الاخر الفيديو، واللي ما مفعلش الجرس يفعل الجرس، واللي ما مشتركش اشترك في القناه ديالي ويخلي كومونتير. ملي كيخلي كومونتير كندخل عنده مباشره. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، من بعد كنردها للكسكاس حتى كتسقطر كذلك مزيان. كيف ما كتشوفوا الحبه انت كتنزل على الحبه، ما معجنه ما والو. كيف ما كتشوفوا انا رديت هنا في الطبسيل، ونحاول نحلها بقى شويه سخونه. السقيه الاولى مشاهدينا الكرام كي قلت لكم بالماء بارد، والسقيه الثانيه بالماء سخون غليان. بالماء غليان ما كتعجن لا والو، بطريقه سهله وبسيطه. من بعد مشاهدينا الكرام كنضيف عليها شويه ديال طريفه ديال الزبده كيف ما كتشوفوا المشاهدين، باش كتعاود تحلل لينا وتعطينا واحد اللذه. الزبده تكون مزيانه، و3 المعالق ولا 2 معالق ديال السكر ديال السكر كلاصي. بالنسبه للسكر كلاصي فهو اختياري، ممكن تستغناو عليه على حسب كل شخص واش كيبغي الحلاوه ولا لا. انا درت غير 2 معالق ديال السكر كلاصي. كنعاود نحرك هاد المكونات حتى كتنسجم مع الشعريه مشاهدينا الكرام مزيان. من بعد كناخذ الكسكاس ديالي، هنا كنوضع فيه واحد شويه ديال الزبيب، كنديرو في مباشره ورا عيون الكسكاس، هي الاول في الطبقه الاولى. كنضيف عليه الشعريه ديالنا، هذه هي التفويره الاخرى مشاهدينا الكرام. كنحاول نفورها كذلك واحد 15 دقيقه حتى كتطلع فيها الفوره مزيان مشاهدينا الكرام. وكندوزو الطنجره ديالنا بعد ما بردات، ونخليو الكسكاس يفور الفوره الاخيره. كنوضعوا هاد الطريفات ديال الدجاج فوق الطبسيل باش نفردوها، ونحيدو نزولو هاد الربيع اللي كان منسم لينا الدجاج مع عويدات ديال القرفه.
ونفردو هاد الدجاج مزيان. كنقطعو قطع صغارين، قطع بحال ديال الطريفات ديال البسطيله. مشاهدينا الكرام كنديروا البسطيله ديال الدجاج. هنا من بعد ما قطع الطريفات ديال الدجاج مشاهدينا الكرام كنخليهم جانبا، ما كنزيد عليهم حتى اضافه، كنخليهم جانبا. وكندوز للطنجره اللي كنت طيبت فيها الدجاج، كنشعل عليها النار مهيله ونخليها حتى كتغلى شويه. كنضيف عليها شي شويه ديال راس معلقه ديال القرفه مدقوق وشويه السكر اولا العسل، فهو اختياري. بالنسبه للحلاوه فهي اختياريه فقط. انا غنضيف شويه ديال العسل راس معلقه تعطي واحد التعليكه رائعه مشاهدينا الكرام. حتى لو بغيتو تضيفوا شويه ديال المسكه الحره مدقوقه حتى هي كتعطي واحد اللذه مميزه. من بعد كنضيفوا طريفات ديال الدجاج شويه بشويه، ومع التحراك حتى كتدخل هذيك طريفات الدجاج حتى كيتبلوا، باش كتجينا هذيك السقوه ديال الشعريه رائعه. ما كيجيناش كلشي ناشف مشاهدينا الكرام. هنا كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام هذه التفويره الثالثه الاخيره اللي عليها باش غادي نقدموا الطبق ديالنا. كنحاولوا نخوف التبصيل ونخلطوها مزيان، نحركوها حتى كتبرد شويه، وكذلك كنحركوها ونخلطوها باش كيتخلط لنا داك الزبيب اللي كان عندنا اللي درناه كيتفور مع الشعريه لتحت، باش كيتخلط لنا مع الشعريه كامل، ما كتبقاش واحد الجهه فيها الزبيب وجهه اخرى ما فيهاش. فالشعريه مدفونه مشاهدينا الكرام كيف ما كتشوفوا، فهي بسيطه، مكونات بسيطه بطريقه مشروحه وناجحه 100%. كنتمنىكم تجربوا هاد الوصفه هذه، وكنتمنىكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصحاب ديالكم، ونتمنىكم تكونوا بقيتوا معايا حتى لاخر الفيديو، علاش لا. من بعد مشاهدينا الكرام ندوزو للتقديم. هنا مشاهدينا الكرام غنخدم بواحد الاطار دائري. التقديم فهو اختياري مشاهدينا الكرام، ممكن السفه تقدموها بالشكل اللي بغيتو، والتزيين كذلك على حسب شنو كاين موجود في الدار. هنا عندي هنا اطار دائري، هذا الاطار هذا كتحبني كيتحل، هو ما كيتحلش شويه، ما غاديش يعطيني التقديم كما باغيه. كندير الطبقه الاولى مشاهدينا الكرام ديال الشعريه ديالنا مشاهدين، كتكونش سخونه كثيره وما كتكونش دافيه ما كتكونش بارده، وكنحاولوا نبسطوا السطح الاول. من بعد كنضيفوا له هذيك الطبقه الثانيه ديال الدجاج مشاهدينا الكرام ونبسطوها، ونزيدوا كذلك الطبقه الثالثه ديال الشعريه، والتزيين تيبقى اختياري. كنشكر كل المتتبعين ديالي الكرام القدام والجداد، اللي انضموا للقناه ديالي، والقدام اللي باقين اوفياء ليا وباقا وفيه ليهم كذلك بمشاهدتي الصادقه والكامله. ونهاركم مبروك، الى وصفه اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم.